السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده جايه لكم بفيديو جديد. اتمنى فيديو النهارده يعجبكم وتقولوا لي ايه رايكم فيه. النهارده عملت معاكم الكيكه باسهل طريقه وفي اقل من 5 دقايق هتكوني عملتيها وطلعتي كمان من المطبخ. بجد حلوه جدا وهشه واسفنجيه. اتمنى تعجبكم وتقولوا لي ايه رايكم. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف وصفتنا عباره عن ايه. اول حاجه معايا 3 كوبايات دقيق، كوبايه زيت، كوبايه سكر، كوبايه لبن، 3 بيضات، بيكنج باودر وفانيليا. اول حاجه جبت خلاط وحطيت كوبايه الزيت وكوبايه السكر وكوبايه اللبن والثلاث بيضات والفانيليا، وهخلط كل المكونات مع بعض. طبعا هو سكر الكيكه مظبوط جدا، كوبايه سكر مظبوطه قوي. انت لو حباها تبقى مسكره شويه خليها كوبايه وربع. وخلطت كل المكونات مع بعض وحطيت المواد السائله في بوله والدقيق في بوله، وحطيت على الدقيق رشه بسيطه جدا من الملح وكيس بيكنج باودر، وقلبته كويس. وطبعا الدقيق لازم يكون منخول، يعني لازم الدقيق تنخليه كذا مرة. وبالتدريج بقى بنزله على المواد السائلة. وخلطت كل المكونات بالمضرب باليدوي. طبعا الدقيق لازم تنزليه بالتدريج، ما ينفعش مرة واحدة. ونزلت كل كمية الدقيق اللي معايا وقعدت اخلط كويس جدا بالمضرب. بجد سهلة جدا ومفيش ابسط من كده، سهلة قوي وهتبقى عملتي معاكي احلى كيكة. زي ما انتوا شايفين هو ده السمك المطلوب اللي احنا عايزينه، ولا تقيل عن كده ولا خفيف، هو ده السمك المطلوب. وجبت صينيه مقاس 26. انا صراحه بحب الصينيه دي عشان بتبقى مقاس 26، بتخلي الكيكه معايا عاليه ومرتفعه وبتبقى حلوه قوي الصراحه. طبعا الصينيه دهناها زيت ومبطناها بالدقيق، والدقيق الزياده طلعته بره. ونزلت كل الكميه دخلتها فرن درجه حراره 180. دخلت فرن درجه حراره 180، قعدت معايا 45 دقيقه بالظبط. طبعا انت بقى بتختبري سواها بخله، بتحطيها في النص كده في قلب الكيكه. طلعت معاكي نضيفه يبقى كده استوت، لو طلعت الخله فيها عجين يبقى لسه عايز شويه. ودي كانت احلى كيكه انا عملتها، بجد تحفه جدا، هشه واسفنجيه وجميله وسهله. اتمنى تعجبكم وتقولوا لي ايه رايكم فيها. طبعا بقى متنسنيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك مني كل فيديو جديد بنزله. والقاكم في فيديو جديد تاني ان شاء الله، ومع السلامه.